مساء الخير. معكم حاتم النجار. النهاردة هكلمكم على أغرب حالة نصب حصلت ليا في تركيا. أنا بكلمكم من القاهرة، من محافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ولكن يهمني جدا إن أعرض حالة النصب اللي حصلت ليا من خلال عصابة في تركيا متخصصة في النصب على جميع الناس اللي بيشتغلوا في مهنة التدريس. أنا قبل ما أشتغل مقدم برامج، أنا بشتغل حاليا مقدم برامج في مصر. قبل ما أشتغل مقدم برامج أنا كنت شغال مدرس مواد تجارية زي الرياضة البحتة، البيور ماثيماتكس، وكمان الأكاونتنج والأكاديمي الاقتصاد. من قيمة حوالي 6-7 سنين كنت بقدم في بعض المواقع الخاصة بالتوظيف. أنا مش هقول اسم المواقع دي لأن أكيد غالبية الناس عارفة أساميها. فكنت بحط السي في بتاعتي بجميع مؤهلاتي. أنا معايا ماجستير دراسات عليا في التكاليف ومحاسبة الشركات. فكنت بحط السي في بتاعتي في المواقع دي بغرض إن فرصة عمل. فوجئت من قيمة حوالي شهر كده إن في مؤسسة تعليمية في اسطنبول، برضو مش هقول اسمها حفاظا على سمعة هذا المكان، يعني هم ملهمش ذنب إن في عصابات نصب بتعمل الكلام ده باسمهم، ولكن أنا هتكلم على أسلوب النصب علشان خاطر الناس تاخد بالها. فوجئت برسالة جات لي على الياهو ميل بتاعي بخصوص ان شافوا السي في بتاعتي في احدى المواقع التوظيف، ومن فضلك احنا عايزين مدرسين في تركيا، وقدم اسمك وقدم الطلب انك عايز تتوظف. وبعتوا لي ابليكيشن مطلوب فيه الاسم ورقم التليفون والمكان اللي انا موجود فيه. فبعت الكلام ده، فردوا علي قالوا في خلال 7 أيام عمل هنرد عليك. وكان موجود كمان في الابليكيشن ده، في التطبيق ده، في الطلب ده كان موجود المرتب المتوقع. انا عايز اقول حاجة مبدئيا على المرتب المتوقع، لان انا دخلت على المواقع بتاعت تركيا لقيت اجدع مدرس جامعي، هي مؤسسة دراسية جامعية، أجدع مرتب جامعي لأجدع مدرس يعني لا يتجاوز 18,000 ليرة بأي حال من الأحوال، يعني حوالي حدود 3000 دولار. فأنا كتبت إن عايز مرتب 3400 دولار. قلت يعني ممكن يتفاوضوا، لو هما جادين يتفاوضوا، و7 أيام عملوا هيردوا عليا. فعلا في 8 يوم ردوا عليا، بعتولي عرض عمل غريب للغاية. انا يعني عايز اصور لكم عرض العمل ده، هتلاقوه في اخر الفيديو، بس تعالوا شوف بقى عرض العمل ده بيتكلم عن ايه. قالوا مبدئيا عرض العمل ده المرتب الاساسي 5500 دولار، والمزايا غريبة جدا. شقة سكن مكون من 3 غرف نوم، ده مجانا طول فترة العقد اللي هو مدته 2 سنين، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، وكمان في ميزة نسبية انه هيدوني 200 دولار كل اسبوع للمصاريف بتاعة الحياة جوه، غير كمان انه هيدوني 10,000 دولار تمن تأسيس الشقة اللي هي 3 أوض وصالة دي، بالإضافة لتذاكر الطيران ذهاب وإياب، بالإضافة لتصاريح العمل والإقامة والحاجات اللطيفة دي كلها. يعني عرض خيالي، لأن لو رئيس جامعة مش هشتغل كده يعني. المهم عشان ما اطولش عليكم، اللي حصل بعد كده إن
طلبوا مني ان في اخر صفحة في العرض ده امضي برقم الباسبور بتاعي، رقم جواز السفر، وابعت هذا الكلام ليهم. فمضيت، بس مضيت بالآلة الكاتبة يعني بالكمبيوتر، مش الامضاء الفورمة بتاعتي، لا مضيت باسمي حاتم محمود كذا كذا كذا. حطيت رقم جواز السفر وبعت هذا الطلب. ردوا عليا بيقولوا لي تم قبول الطلب، ولو سمحت عايزين منك، هنا بقى بداية النصب، عايزين منك مبلغ إجمالي 1380 دولار تمن تصريح العمل في تركيا هناك لمدة 2 سنين، وأتعاب تصريح العمل والحاجات دي كلها، وإنه هيتم الرد عليه أو رد هذا المبلغ فور وصولك لتركيا، وهنبعت لك الطلب بتاعك، التصريح بتاعك، بتذاكر السفر، بكل حاجة، بالDHL على عنوانك في القاهرة يعني. رحت ردد عليهم قلت لهم مش منطقي اللي بتقولوه ده، ان اولا لا املك هذا الرقم، ثانيا خلصوا انتوا من عندكم، ادفعوا انتوا الكلام ده، بخصموه من مرتبي لما اوصل. ده الطبيعي، ده المنطقي يعني. خصوصا في حاجة عايز بس اوضحها ليكم، اني انا في حياتي انا عشت 80% من حياتي برا مصر. يعني والدي الله يرحمه كان شغال في جميع دول الخليج، في الكويت والسعودية والامارات وقطر والكويت كمان. انا شايف اسلوب التعامل في التعاقدات ازاي. حد يقول لي طيب انت ما رحتش السفارة التركية في القاهرة هنا عشان خاطر تتأكد من صحة هذا الموضوع؟ رحت، لكن نظام العمل في السفارة التركية في مصر لازم احدد ميعاد قبلها، يعني ما ينفعش اروح كده مني لنفسي انه اسألهم عن حاجة، لازم احدد ميعاد وبعد كده هم يختاروني بالميعاد ده فانا اروح اسأل. فكان يهمني الوقت لانه مطلوب مني ان اكون موجود في تركيا قبل يوم 8 يوليو. اللي حصل اني انا رديت عليهم قلت لهم لا املك هذا المبلغ، وحاولوا بقدر الامكان ان تخلصوا الموضوع من عندكم، ولما اجي انا تمام طالما انتوا عايزيني، لما اجي انا ربنا يسهل ان شاء الله وتخصموا الفلوس من المرتب. يعني هعمل ايه اكتر من كده يعني؟ فردوا عليا قالوا لي لا يمكن هذا الموضوع، ولازم تدفع الفلوس، الاموال اللي هي الدولارات دي، وتثبت انك انت دفعتها عشان خاطر نبعتك الحاجة دي. وده كان اخر رد منهم. هتلاقوا كل الوثائق اللي انا بتكلم عليها في اخر الفيديو، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. ده مش اسلوب تعامل، وانا مش ضد السفر بره، ولكن السفر بره باسلوب محترم مش بالنصب. العملية مش ناقصة يعني. انا بشكركم جدا انك تابعتوا الفيديو للاخر، وبعد ما انهي الفيديو على طول هتلاقوا الوثائق دي محطوطة في الفيديو، اتفرجوا عليها عشان تعرفوا بجميع ردودي، عشان تعرفوا قد ايه انا استحملت هذه العصابة، ولكن هم مصرين على النصب. كنت معاكم حاتم النجار، وبالتوفيق للجميع.